يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه. أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي الكرام، اليوم إن شاء الله راح ناخذ الحديث الرابع والعشرون من كتاب 100 حديث للحفظ من صحيحي البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. أعيد الحديث الرابع والعشرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. والله ليال ما أنت وحا خاذينا وحديث كلاباتني أفراد كتابك بخلق حديث كهبونا حفظ انتساء من صحيحي البخاري ومسلم. حديث كلاباتني أفراد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. معنى هسنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة الله كرالي نقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسولك حقيقك سوري نحريس يونبت قال لي كوركيسة هاتينو دهي إذا قال الرجل قفك ديوس له ولا الكيس يا كافر قال له فقد باء بها أحدهما. حقيقة يعني كلمة داسة خف أياك صلاة بنيسا لوضت كمد هدي خفك دهست قال يو قال أسهن كلمة داسة أديك أياك صلاة بنيسا. رواه البخاري. حديثك بخاري أياسو وري. مركلك سؤالنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الله كرال نقضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسولك حقيقك سوري نحريس يونا بتقلي كوركيسة هاتين ودهي إذا قال الرجل خفك هدي أسده لأخيه يا كافر ولا الكيسة مسلم كأهو قال يو فقد باء بها أحدهما. كلمة داسة خف أي لوضوت صلاة بنيسا هدي خفك أدو دهست أو قال يو أو قال أسهن كلمة داسة أديك أياكو صلاة بنيسا. رواه البخاري. حديثك بخاري أي سوري. ولا ليال حديث كان وحق خاذينا إن أو كلمة قال يو أو سهلة هنن يعني خف والبو وحركيس وخف هديس دقالان صعب قال يو صعب منافقي وصعب مدري إيش. يعني كلمة قال يو خفك هدي أس قال هنن كلمة داس أديك أياكو صنا خنيسة كلمة قال يو فساس درتدا إسك إلالي كلمة قال يو لانو خفك أديك قال نما ديس يعني شروط بدنا أي لهاي مركا ساس درتدا إسك إلالي كلمة قال يو. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.